السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبنا عاملين ايه؟ يا رب تكون بخير. عارف انت دلوقتي بتبص لنفسك اللي هو طب وانت زعلان ليه دلوقتي؟ ايه اللي مزعلك؟ يالا نتيجة ممتازة، يعني نتيجة ممتازة. بس انا اتكلمت قبل كده وقلت لكم ماتش بلجيكا ده ماتش سهل، ماتش مش بالصعوبة اللي احنا متخيلينها. احنا لعبنا ماتش اسبانيا واتعادلنا، ماتش بلجيكا فريق قوي، منتخب قوي وفيه نجوم وكل حاجة، ولكن هو على المستوى الفني وعلى طرق اللعب، هو زي ما قلت قبل كده هو ما عندوش غير طريقتين لعب: ان دوكو يخش يشوط او كورة بالعرض. ايه اللي مضايقنا؟ ان احنا الماتش ده كان في المتناول، الماتش ده كان سهل انك تكسبه. كابتن حسام حسن فاجئني بالتشكيل ده عمل التشكيل اللي انا كنت بتمناه، مع اختلاف بالظبط عنصرين. العنصر الاول ان هو لعب بمهند لاشين في نص الملعب وحمدي فتحي كمدافع. انا كنت اتمنى ان حمدي فتحي يكون في نص الملعب وعبد المنعم هو المدافع، ما كنتش اتمنى ياسر ابراهيم يكون موجود. وقلت ده، قلت ان ياسر ابراهيم عنده غلطات، ياسر ابراهيم ما ينفعش تعول عليه في ماتش مهم زي ده لان غلطاته ساذجه. يعني ياسر ابراهيم فعلا احنا دخل فينا جون، بيخش في فرق كبيره وبيخش في منتخبات كبيره، بس ما يخشش فيا. وياسر ابراهيم في ظهره لوكاكو، في ظهر لوكاكو جاي في ظهره، ياسر ابراهيم بص وشافه وعرف انه جاي وبرضه سبقه. يا عم سبقك ماشي، يسبقك، ما هو يا ابني نتكلم في لعيب عالمي، ما هو ممكن يسبقك، بس انت بقى قطع الكوره، عرفت انه في ظهرك، بتامن لمين انه ياخدها منك؟ بتامن لمين انه ياخد من وراك الكوره؟ ده ما بفهموش، انا ما بفهمش، انا لعيب شايف ده، بص كده وشافه. يا جدعان ده ايه الاستفزاز ده؟ انت ازاي مدافع منتخب مصر، ازاي انت هامن لك انك تقف في اي ماتش تاني؟ والله حتى ماتش نيوزيلندا ما خليك تقف فيه او تلعب فيه. ومحمد هاني هو لعب الشوط الاول او اللي قبل الكوينج بريك الاولاني، لعب الجزء ده مع دوكو 10 على 10، ممتاز دفاعيا، ممتاز. انما هتيجي بقى تبص، ابص على محمد هاني: عرضيات صفر، تسديدات من بره صفر، جات له اكتر من كوره قريب من الشوط صفر، باصات مكتمله صفر، اداؤه بالكرة في رجله صعب. طب الكرة مش في رجله يا عم، تعالى نعتبر ان انت بتبني هجمة، تلاقيه فاتح نص الملعب، طالع لحد نص الملعب بتاعهم، وياسر ابراهيم اصلا بيتكعبل في الكرة وهي في رجله. يعني ما انت ما يعني قرب له، قرب له، خليه سلم واستلم معاه، ما هو مش طبيعي انك تكون بعيد عنه كده. الاتنين دول اكتر اتنين استفزوني في الماتش، اتنين فعلا يضيعوا منك اي ماتش. محمد هاني جون، لا انا اللي اقول على ياسر ابراهيم اقوله على محمد هاني، لان محمد هاني شايف ان لوكاكو قاطع من ظهر ياسر ابراهيم وبرده ما راحش قطع عليه. ودي مشكله محمد هاني من 2017، من نهائي الوداد بتاع الشامبيونز ليج. عادي جدا محمد هاني الكره العكسيه صفر، شايفه جاي قاطع وانت باصص ده في قدامك في ممر بصرك، اقطع انت خد الكوره، واللي يغيظك ان الكوره اصلا عدت من لوكاكو وجت في رجله الشمال. طب ايه ده؟ يعني اتنين فعلا مستواهم يعصبك، وفي نفس الوقت كابتن حسام حسن انا ما اقدرش الوم عليه في محمد هاني، بصراحه ما اقدرش الوم عليه، لان هو مفيش باك يمين بديل عندنا في مصر، ودي حاجه مضحكه ان احنا ما عندناش باكات في مصر. على مستوى بقيه الفرقه، لا مستوى بقيه الفرقه انا مبسوط منهم جدا، مبسوط من مهند لاشين، النهارده كان بيلعب برجوله، النهارده كان بيلعب بحماس، بيقاتل على اي كوره. مروان عطيه ممتاز جدا. فتوح ممكن يكون في الجون عنده غلطه لان هو ما رجعش بسرعه، فده اللي خلى اصلا الكره العرضيه تتلعب. في ناس ممكن تقول لي انت ماسك في ياسر ابراهيم، ما لو الكره العرضيه دي ما كانتش اتلعبت ما كانتش وصلت. لا، ما بتتحسبش كده، بتتحسب مين كل واحد عمل الغلطه اللي عليه، غلط قد ايه من الجون نفسه. طبيعي جدا ان الجناح دوت ممكن يجري بفتوح ويباصي، لكن مش طبيعي ان انا كمدافع شايف قدامي المهاجم واسيبه. على مستوى الهجوم افضل مباريات محمد صلاح مع المنتخب من زمان قوي، من زمان. مش ما افتكرش ان صلاح كان بيسلم ويستلم ويطلع كرات. لا ممتاز جدا. زيكو خلاص يا جماعه، ده حط رجله في الملعب اساسي. امام عاشور بياكد ان هو لعيب كبير قوي 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 قوي، مش عشان الجون والله، لا عشان خاطر انت خدته في الاهلي بيلعب 8 او 10، لا انت قررت النهارده انك هتلعبه جناح، هتلعبه في مكان تاني وبيثبت جدارته فيه. سواء عايز تسميه لعب جناح لعب، عايز تسميه لعب وينج لعب، هو اثبت جداره، وان هو يعتمد عليه لما بيكون دي رايقه، لما دماغه بتكون رايقه
مفيش كلام، امام عاشور نمره واحد في مصر. مرموش بقى، انت مش صاحب الكوره، عشان خاطري انت مش صاحب الكوره، سيب الكوره لغيرك يا حبيبي، والله سيب غيرك يلعب ويبصي ونروح ونيجي ونتألق مع بعض. مش كل كوره يا مرموش تاخدها وتكمل بيها وتروح بيها، لا يا حبيبي ادي غيرك، خلي غيرك يلعب. في كورات كتير جدا لو كان مرموش طلعها بدري كان ممكن تروح نجيب بيها جون. انما مرموش كان اناني. على مستوى التغييرات بصراحه التغييرات استغربت جدا خروج امام عاشور بدري. انا عارف ان امام عاشور اجهد وعمل مجهود خرافي، ولكن استغربت انه خرج تقريبا اول تغييره. صلاح متفاهم، صلاح على فكره تغييره صلاح متفاهمها، بس ما كانش ينفع الاتنين يخرجوا من الملعب بدري. يعني انا حاسس ان كان ممكن يبقى في كلام في الملعب. حمزه عبد الكريم شخصيه قويه جدا، نازل في الملعب شخصيه. كريم حافظ اعتقد ان انت ممكن تعتمد عليه في ماتش نيوزيلندا، تديله شوط او تديله 30 دقيقه كامله ممكن يجيب لك نتيجه كويسه جدا. ابراهيم عادل هو الكوبي بيست بتاع مرموش، نفس الكوره ونفس الانانيه والكوره في رجله. مش هيباصي لحد، مش هيطلع باص لحد، انا لازم انا اجيب الجون وانا اللي اعمل. كذلك زيزو يعني كنت منتظر منه اكتر من كده، كنت منتظر منه عرضيات، كنت منتظر منه ان اشوف منه تسديدات قويه، حتى الكره اللي جات له انه يقدر يسددها ما سددهاش بقوه. فضايقني بصراحه زيزو، كنت منتظر منك اكتر من كده يا زيزو. نتيجه مش مخيبه للامل قد ما هي زعلتنا، لان احنا اتعشمنا ان احنا نكسب. حتى بعد الجون احنا عملنا خطوره، بعد الجون احنا رحنا للجون وضيعنا فرص. شوبير شال كور ما تحسش بخطورتها، لان شوبير بيخلصها من بدري. شوبير تحس ان هو عارف ان الخطوره جايه من هنا، بيروح يقضي عليها من قبل ما تيجي. هو بيريح دماغه، بيقص الخطوره من بدايتها. فيطمنك شوبير حارس مرمى مصر، اللهم بارك الله اكبر يا ابني، 10 سنين قدام ربنا يثبتك كمان وكمان. متفائل بالاداء، متفائل باللي احنا عملناه، ولكن مش عايز يحصل فينا زي في 2009. في 2009 احنا لعبنا ماتش عالمي قدام البرازيل وقدام ايطاليا، وجينا قدام امريكا كان الاداء كارثي، كنا وحشين جدا. ما كانتش امريكا بالقوه الكافيه او القدر الكامل من القوه، لا كان المستوى عادي يعني، كنت تقدر تكسبه، بس احنا استقلنا بيها. مش عايز ان احنا نستقل بنيوزيلندا وايران. انت خلاص اتعادلت، العب بقى لعبك واكسب كده، وممكن تكسب وتصعد تاني او اول مرتاح. على فكرة انت ممكن تصعد اول لو كسبت فرق اهداف اكتر من بلجيكا. الماتش ده لو كنت كسبته انت بقيت، او كنت بقيت او ضمنت اول مليون في المية. حتى لو تعادلت في النقاط مع بلجيكا هترجع للمباراة مباشرة انا كسبان. يمكن دي كلها الحاجات اللي مضايقه الواحد، ان انت كنت ممكن تحسم الصعود من ماتش نيوزيلندا اللي جاي. ماتش نيوزيلندا اللي جاي ان شاء الله نتعلم من اخطائنا. اتمنى يعني بصراحه انا ما بحبش سياسه ان انا اقصى على اللعيب اللي بيغلط، بس لما الغلط بيبقى ساذج بيبقى رخم. يعني لما ياسر ابراهيم يغلط غلط زي ده، المفروض ان انت مهاجم دولي ومهاجم وشايف لوكاكو نازل، يا جماعه انا اول ما شفته قلت ده يا جماعه الخطوره كلها نزلت. خلاص دي بروين عرف هيباصي لمين، دوكو عرف هيطلع مين، خلاص الخطوره كلها نزلت. وفعلا قد كان. والله انا كان نفسي اكون بصور لايف، لان انا اول ما شفته قلت يا جماعه ده مرعب. في ناس قالوا لي، بعتوا لي زمايلي على الواتساب، لا ده بس زي زمان. لوكاكو ايا كان مستواه ايه، لوكاكو. ان شاء الله الماتش الجاي بتاع نيوزيلندا نعمل نتيجه ايجابيه، وباذن الله نكسب. ولو كسبنا احنا هنكون خدنا نفسنا، ونحقق اول مكسب لينا في كاس العالم، وباذن الله تبقى نسخه كويسه ومميزه لينا. ودلوقتي مستويات افريقيا كلها بقت عاليه. يعني كوت ديفوار امبارح كسبت، النهارده كاب فيردي بتحقق المفاجاه وبتتعادل مع اسبانيا بطل اوروبا بكل نجومها. يعني انا بشوف التشكيل بتاع اسبانيا، يا جماعه اسبانيا ايه نص الملعب ده، ايه نص الملعب، ايه جافي وبيدري اللي في نص الملعب دول، دي كتيبه اعدام، دي حرب عالميه ثالثه قايمه على كاب فيردي. اتفاجئت بصراحه، انا اتفاجئت ان التعادل، ان كاب فيردي اتعادلت.
الكرة الأفريقية اتغيرت، الكرة الأفريقية في تقدم، وإن شاء الله إن شاء الله إحنا اللي هنسوق بعد كده ونعرفهم يعني إيه منتخب أفريقي يكون في بطولة كبيرة. وإن هم لما زودوا المنتخبات الأفريقية ده ما أداش لضعف البطولة، بالعكس ده أدى لقوتها. إحنا الحمد لله لغاية دلوقتي المغرب محققة نتيجة إيجابية، كوت ديفوار محققة نتيجة إيجابية، كاب فيردي محققة نتيجة إيجابية، مصر حققت نتيجة إيجابية. يمكن للأسف اللي ما حققش نتيجة إيجابية هو منتخب جنوب افريقيا ومنتخب تونس بعد الهزيمة 5-1 وإقالة المدرب بتاعهم. وده قرار جريء جدا من إدارة المنتخب التونسي أو الجهاز الوطني عامة، إن هم لقوا إن المنتخب خمسة وخمسة، خمسة من بلجيكا وخمسة من السويد، لا كتيرة. منتخب السويد مش اللي يكسبك خمسة يعني. قرار قوي جدا بإقالة المدرب، دي حاجة محترمة جدا. ان شاء الله التوفيق لباقي المنتخبات الافريقيه والعربيه، وربنا يكرمنا في بقيه البطوله ونوصل للمرحله الاقصائيه ان شاء الله. في النهايه ده رايي عن ماتش مصر وعن اللي حصل الفتره الاخيره في كاس العالم. ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب وكومنتك لو عايز تتناقش معايا في حاجه.